لو شعرك بيقع بقى بشكل ملحوظ وفيه فراغات وتقصف ومش عارفه تعملي ايه، الفيديو ده ليكي. النهارده هقول لكم على تركيبه زيوت عملتها حلوه جدا، بتغذي الشعر وبتساعد ان هي تقلل التساقط مع الاستمرار، وبتساعد كمان على ظهور شعر جديد في الفراغات. خلينا نبدأ ونشوف المكونات. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. كل بقى اللي جاب زيت الشعر بالقرنفل وعنده ازازة فهيعمل فيها اللي انا هعمله ده بالظبط. هيفرق في الزيت جدا. انا متأكدة ان ناس كتير جربته ولقت نفس الكلام اللي انا قلته، ان هو الزيت خفيف جدا، ما بيعملش اي حاجة للشعر مختلفة خالص. هو عبارة عن ان ريحته حلوة بس لكن الزيت ما فيش اي حاجة بيعملها خالص. ما شفتش افادة منه. انا استخدمت ازازة كاملة، بالعكس ده بينشف الشعر وما بيعملش حاجة غير ان هو بيسيب ريحة الشعر حلوة. فانا قلت استغل ريحته الحلوة دي في ان انا اضيف عليه زيوت ريحتها مش حلوة ان احنا نستخدمها. زي ايه؟ زيت القرنفل وزيت الخروع. هو اصلا بالقرنفل وكمان متضاف له زيوت تانية، بس زيت الخروع الخام وزيت القرنفل الخام بتبقى ريحتهم قوية جدا في ان انتي تستخدميها بشكل يومي على شعرك، وبتخلي ريحته مش حلوة. يعني انا جيت احطهم على شعري، ريحتهم مش حلوة خالص، يعني مستفزة قوي وقوية كمان. فانا حبيت استغل بقى ريحة الزيت الحلوة دي في ان انا اجيب ازازتين زيت خروع خام وزيت قرنفل خام، وابتديت اضيف الازازة كاملة. ضفت العبوتين، ازازة خروع وازازة زيت قرنفل، شايفين؟ ضفتهم عليهم وعملت بقى الميكس ده. الريحة بتاعت الزيت الخروع والقرنفل اختفت تماما لما حطيتهم على بعض. وخدوا بالكم انا هنا في غلطة عملتها. انا ضفت كده كله على بعض بس عشان كنت عايزة اقلبه، وجيت احط الانبوبة اللي هي بتاعت، شايفين؟ طلعت بره لان هي بتاخد مساحة. فعلشان كده عايزة تسيبي شوية علشان تقدري تقفلي الازازة وما يطلعش لفوق، لانك اول ما بتنزلي بيها بتطلع الزيت لفوق، ما بتتقفلش كده فبتوقع منك الزيت. فانتوا تقدروا بعد ما تعملوه بقى وترجوه كويس جدا مع بعضه عشان يختلط كله ببعضه، تاخدوا بقى منه في ازازة من الازايز دي وتقدروا تستخدموها لحد وتخلص، وبعدين تحطوا في دي وتبتدوا تستخدموها عادي. عايزه اقول لكم ميكس الزيوت مع بعض دي حلو قوي، واداله فعلا اداله قيمه، خلى شعري طري. لو في شويه فراغات عندك اللي هي عند البيبي هير قدام ما بتطلعش، بينبتها. يعني بجد عن تجربة خلى شعري كثيف، بيطول الشعر. حسيت يعني فرق ملحوظ واضح جدا، واضح جدا ان هو بيطول الشعر، وكمان اي منطقة بينبت الشعر فيها بشكل يعني واضح جدا. في خلال اسبوع اسبوعين هتلاقي الاماكن الفاضية كلها اتملت شعر نبتت. بس انتي كمان بتاخدي منه، بتعملي مساج لفروة شعرك علشان تعملي تخلي الدورة الدموية تمشي في شعرك كل يوم بالليل، او ممكن يوم ويوم. اما الناس اللي عندها يعني فراغات بشكل جامد قوي، كل يوم بالليل تاخدي من الميكس ده وتفضلي تعملي مساج لفروة شعرك. نيجي بقى للروتين بتاع شعري اللي انا هقول لكم عليه، اعملوه بالظبط. هتلاقوا فرق نتيجة في خلال شهر واحد بس في كل حاجة، وكل المشاكل اللي كانت بتقابلك في شعرك هتلاقي نتيجة مختلفة تماما. بس اعملوا اللي بقولكوا عليه بالظبط. ده الروتين اللي انا ماشية عليه. اول حاجة خلينا متفقين ان نغسل شعرنا مرتين في الاسبوع وبس، وده كفاية جدا. غسلنا اكتر من كده كده احنا بنهلك الشعر. تمام، دي اول قاعدة متفقين عليها. تاني حاجة، اما تيجي تغسلي شعرك بقى في خلال المرتين اللي اتفقنا عليهم دول، قبلها لو عندك يعني بصي زيت واحد من التلات زيوت دول استخدميه. زيت جوز الهند او زيت الخروع او زيت الزيتون، لو عندك واحد منهم بس. ولو ما عندكيش اشتري واحد منهم بقى، اشتري واحد منهم لان ده هيفرق معاكي جدا.
يا زيت جوز الهند يا خروع يا زيت زيتون. هندهن واحد منهم قبل ما ندخل نغسل شعرنا. بندهن بقى ونعمل مساج لفروة الشعر. يعني نقعد كده حوالي 5 دقايق. عارفة المساج بإيديكي، بصوابع ايديكي في شعرك، بعد ما تدهني زيت بقى من الزيوت دي، وتقعدي حوالي كده 5 دقايق تقعدي تعملي مساج لفروة الشعر قبل ما تدخلي. ليه بقى؟ علشان ننشط الدورة الدموية بتاعت شعرنا. وبعدين بنسيبه من ساعة لحد 3 ساعات قبل ما نغسل شعرنا. يعني احسبي مثلا هتغسلي شعرك الساعة 7، يبقى الساعة مثلا 4 أو الساعة 5 تعملي اللي انا بقولك عليه ده. هندهن الزيت ونعمل مساج 5 دقايق ونسيبه من ساعة لساعتين. مستعجلة قوي خلاص خليه كفاية ساعة. بس على فكرة على قد ما تقعدي من ساعة لساعتين لتلاتة فهو بيغذي شعرك جدا وبيفرق قوي زي ما بقول لكم اعملوا بالظبط. وبعدها بنخش نغسل شعرنا، نغسله كويس طبعا. بنغسل شعرنا بالشامبو. بيكون خفيف. عايزين شامبو نخففه، بلاش ناخد من الشامبو ونحطه على ايدينا ونحطه على الشعر كده على طول زي ما هو، لا نخففه شوية بالمية وبعدين نحطه على شعرنا. وخدوا بالكم حاجة كويسة جدا دي، مهم قوي تاخدوا بالكم من اي نوع شامبو بتشتروه لازم يكون خالي من السلفات. المادة دي مصيبة، بتدمر الشعر جدا، فأهم حاجة يكون مكتوب عليه خالي من السلفات. وبلاش نركز الشامبو زي ما قلت لكم تاخدوا تحطوه على فروة يعني شعركم بالظبط، لا بناخد منه ونخففه بالمية شوية كده على ايدينا، ونخففها بالمية وبعدين نحط على شعرنا ونغسل شعرنا زي كأننا بنعمل له مساج علشان ننضف فروة الشعر وتبقى خالية بقى من اي قشرة من اي دهون، كل الحاجات دي. ولازم شعرك يكون نظيف جدا، دي اهم حاجة ودي خطوة مهمة جدا انك وانتي بتغسليه بالشامبو. تمام كده. بعد ما غسلنا شعرنا كويس بالشامبو ونضف جدا وبقى ما فيهوش اي زيوت، بعد كده بنستخدم بلسم، اي نوع بلسم انتوا بتفضلوه. في نصيحة عايزة اقولها لكم، البلسم بنحطه على اطراف الشعر بس، ما بنحطوش على فروة الشعر ابدا نهائي. بنحطه على الاطراف بتاعه شعرنا وبنسيبه من 3 ل5 دقايق وبعدين بنشطفه بميه فتره. وبلاش بلاش بلاش ميه سخنه، بلاش ميه سخنه. الميه السخنه يا جماعه بتهلك الشعرايه، بتهلكها، بتخليها متقصفه جدا. يعني بعدين تقولوا شعري متقصف، لا نبعد عن الميه السخنه، نشطف شعرنا بميه فتره. بعد الشاور بقى بسيب شعري ينشف يعني كده. ما بسيبوش ينشف خالص، يعني حوالي مثلا 60% كده يكون نشف. بعدها ببتدي احط نقطة سيرم اي نوع انتوا بتفضلوه او زيت خفيف، مفيش اي مشكلة، مفيش سيرم ممكن نحط زيت. وبرده على الاطراف كده وحاجة بسيطة خالص على الشعر كله كده بصوابعنا. وبعدين بنسرح شعرنا عادي، ويا ريت نسرح شعرنا بمشط خشب واسع، لان اي مشط يكون ضيق انتي بتقطعي الشعر حرفيا. فنستخدم مشط خشب ويكون السنون بتاعته واسعة علشان نحافظ على شعرنا وما يتقطعش. بلاش المشط الضيق قوي ده، حرام عليكم شعركم. ده الروتين اللي بعمله بتاعي بالنسبة للشامبو والبلسم. بس بيجي بقى لبالليل، بقلب شعري بالليل، بفك شعري من اي حاجة مثلا كنت لماه بتوكة بفكه، بديله مساحته، بعدين بسرحه على ورا عادي، وبعدين بسرحه لقدام لمدة دقيقة كده، بجيبه على قدام وافضل اسرحه بالعكس، فاهميني؟ وبعدين ببتدي اخد نقطتين 3 من الزيت اللي قلت لكم عليه، الزيت الخروع وزيت القرنفل، دول بيخلوا بننشط الدورة الدموية جدا في الشعر. بيخلي المسام تتفتح. وكمان اما بتدخلي الزيت ده في المسام بتخلي شعرك يطول اكتر. وكمان المناطق اللي هي الفاضية اللي ما بيطلعش فيها شعر، صدقوني الزيت الخروع مع القرنفل اللي احنا عملناه سوا هتلاقوا نتيجة خيالية بعد شهر واحد بس. وبعدين بعد ما بسرحه على قدام برجعه تاني على ورا وبعمله ضفيرة، مش ضفيرة ماسكة، يعني بحاول اجيب الشعر كده على بعضه
اللي هو واحده كده واحده كده واحده كده، مش ضفيره واقوم ماسكه جامد قوي عليها، ضفيره سايبه، فاهميني؟ دي قبل النوم. بعدين بستخدم بقى يا تناموا بشعركم زي ما هو، بس يبقى كيس المخده يكون ستان او حرير، علشان لو كيس مخده يكون قطن بتشرب كل الزيوت اللي انت حطيتيها في شعرك، تقومي شعرك تلاقيه هايش ومفهوش اي زيوت خالص ومش دهني. ليه؟ بسبب كيس المخده اللي انت نايمه عليه. لو قطن بيسحب كل حاجه. فيفضل تنامي على كيس مخده ستان او حرير. لو مش عايزه تنامي بقى على كيس مخده كده، في يا جماعه البونيل ستان، ده مهم جدا، لازم يبقى موجود عند كل بنت. لو مفيش مخدة ستان، نحط البونيه الستان بعد ما نعمل شعرنا ضفيرة كده واسعة، وما تكونش ماسكة زي ما قلت لكم. وبلاش نبعد عن المكوى، الاستشوار، كل ده على قد ما نقدر. ونحاول لو بنعمل نحاول يعني كل فترة، بلاش على طول كل يوم يوميا ده، لانه بيهلك الشعر. وكمان في سيرم مخصص للمكوى، لو هتستخدموا حرارة على شعركم في سيرم مخصص ليها. فيعني يعني بقدر الامكان نحاول نحافظ على شعرنا من الحرارة، ان احنا نستخدم السيرم قبل المكوى. في من لوريال، ده حلو جدا، انا جربته برضو. فنحاول نبعد عن المكوى، ولما بستخدم مكوى على شعري بدهن السيرم ده علشان احافظ على شعري من الحرارة بتاعة المكوى. ونحاول بقى نيجي كده يعني ما فيهاش يعني حاجة لما نعمل مرة كل اسبوع ماسك كده لشعرنا نغذيه. ممكن بقى مثلا ساعات بعمل ايه، زبدية وعليها معلقة عسل نحل وعليها معلقة زيت زيتون. اظن ده مكونات الماسك ده موجودة في كل بيت. زبدية، معلقة عسل، معلقة زيت زيتون، وبنقلبهم كلهم على بعض واحطهم على شعري واسيبه بقى ايه من نص ساعة لساعة كده. وبعدين بدخل اغسل شعري. الماسك ده في الاسبوع بيفرق جدا على فكرة في الشعر. جربوه قولوا لي رأيكم ايه. بس في خلال شهر امشوا على روتين شهر، امشوا على الروتين اللي قلتلكوا عليه ده، هتيجوا تقولوا لي شكرا. بس كده.